لو بتسمع الأصوات دي يبقى لسه في أمل تعيش، لكن لو حسيت إن حد واقف وراك ما تبصش. أهلا بيك في قناة AI الرعب، ودي حكاية الطفل اللي في الصورة. عمرو كان شاري برواز قديم من سوق الجمعة، حطه على الحيطة في الأوضة بتاعته، ومن أول يوم لاحظ إن الصورة فيها طفل صغير بيبتسم، بس الابتسامة دي ما كانتش مريحة خالص. كل ليلة كان يحس إن الطفل بيبص عليه، مش من الصورة، من جوه الأوضة. وفي يوم صح يلاقي الصورة فاضية، الطفل مش موجود. بدأ يسمع ضحكة خفيفة جاية من الدولاب. لما فتحه ملقاش حاجة، بس لما قفل الدولاب الطفل كان واقف وراه، وشه ملوش ملامح، عينه سودة زي الحفرة، وقال له بصوت مش طبيعي: رجعني مكاني قبل ما آخد مكانك. من ساعتها محدش شاف عمرو، بس كل اللي بيعدي على الشقة بيلاحظ صورة جديدة فيها طفل بيبتسم ووشه شبه عمرو. لو شفت صورة لطفل بيبتسم بطريقة غريبة ما تشتريهاش. اشترك في قناة AI الرعب علشان الحكايات لسه ما خلصتش، ولسه في أكتر بكتير جاي.